اكيد كل ما ببقى احلى، كل ما بيبقى شكلي اصغر، كل ما ببقى مبسوطه اكتر. فاستخدام المنتج هو اهم حاجه. بعد كده ببتدي ان انا اتكلم على قصتي، سواء مع المنتج، ان انا اتكلم كمان على قصتي مع اوريفليم. انا استفدت ايه من اوريفليم؟ هل خدت فلوس؟ هل خدت تكريم؟ هل خدت سفر؟ هل استفدت بمنتج؟ هل قابلت ناس جديدة؟ هل بقى عندي أصدقاء جداد؟ هل اتعلمت حاجة؟ هل حضرت أكاديمية تجميل فبقيت فاهمة أكتر عن طبيعة بشرتي وعن طبيعة البشرات، وإزاي إن أنا أرشح منتجات للناس؟ حاجات كتيرة جدا 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 فوق ما ممكن تتخيلوا موجودة في أوريفليم، لأن أوريفليم مش مجرد شركة، أوريفليم دي أسلوب حياة كامل. بعد ما بعمل ده وبتكلم عن قصتي مع اوريفليم، بيكون سهل عليا جدا ان انا ابتدي ادعو الناس التانية ان هي تنضم معايا. عشان كده الثلاث خطوات الاساسيه بالنسبه لنا هي بتكون ان انا بشير الكتالوج، وبعدين ببتدي ان انا بشير قصتي، اسفه، وبعدين ببتدي ان انا ادعو الناس. كل ما هخلص خطوه من الثلاث خطوات دول هيبتدي يظهر لي مبروك انتي خلصتي الخطوه دي. هيجي لي كمان على النوتيفيكيشنز انه اهلا بيكي في اوريفليم. دي اول واحده، والثانيه مبروك انت خلصتي الثلاث خطوات بتوع البيرفكت ستارت، يلا علشان تاخدي شهاده لذيذه محطوط عليها اسمك. كمان عايزين نوضح حاجه مهمه بس علشان في ناس بتتلخبط فيها شويه، هي حته انا بلاقي البيرفكت ستارت فين. البيرفكت ستارت يا جماعه موجوده عندنا على الويب سايت، موجوده على الويب سايت، وهي كمان ممكن تستخدم من خلال الموبايل اوفيس. يعني على الموبايل بتاعي ببتدي ان انا وادخل على الويب سايت اللي هو الموقع بتاعنا www.oriflame.com.eg، هو ده اللي هلاقي عليه، مش على الابس بتاعتنا. طيب دخلت وخلصت الخطوات دي كلها، انا كعضو جديد، كعضو قديم كمان، او كعضو راعي، هيظهر لي حاجه حلوه جدا، انه هيبتدي يظهر لي نوتيفيكيشنز. مجرد ما بفتحها بيقول لي خلي بالك دخلك النهارده العضو الفلاني خلص الثلاث خطوات بتاعه، وهو بيقول انه المنتج او الحاجه المميزه بالنسبه له اللي شدته الاوريفليم هي البرفيومز مثلا، وهي نفسها قوي من خلال اوريفليم ان هي تقدر توصل لحته ان هي مثلا يبقى عندها فلوس ثابته، يبقى عندها عربيه، يبقى تخلي شكل بشرتها اصغر، ان هي تحل مشكله في بشرتها. لانه من الحاجات المميزه قوي قوي قوي، واللي انتوا هتعرفوها اكتر واكتر كمان لما تحضروا معانا اكاديميات الجمال، انه اوريفليم بتقدم حلول. ومش سهل ان انا الاقي شركه بتقدم حلول، ممكن الاقي شركه بتقدم منتج، انما صعب جدا ان انا الاقي شركه بالقوه ان هي تقدم حلول لتحديات البشر. فهيبقى سهل عليا لما كعضو راعي كمان يجي لي انا العضو ده داخل بهدف ايه وعايز يحقق ايه، ان احنا نقعد مع بعض كعيلة ونبتدي ان احنا نحط خطوات ان احنا ازاي ممكن نحقق الحلم بتاعنا ده. فدي حاجة أكيد مفيدة جدا. مجرد ما بيضغط على تقرير البداية المثالية هيبتدي يظهر قدامه كل حاجة، وهيبتدي كمان يقول له مين كمل خطوات ايه. تمام. انا هبتدي دلوقتي، بس هقفل الشير على ما افتح الصفحة عشان لو حد فيكم عايز يشوفها على الطبيعة. هستأذنكم بس الناس اللي شافت قبل كده البداية المثالية لو حابين يشاركوا معانا لغاية ما افتح رأيهم عنها. مين دخل على البداية المثالية وعجبته؟ مساء الخير يا مدام فايدة. زي الفل. ازي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله. انا جربتها وهي حلوة جدا على فكرة، بتفيدني ان انا بعرف كل عضو استفادته فين وايه اهدافه، ومن هنا ببتدي اخش له. يعني انا في الطبيعي بكلم كل عضو بقول لها انت مثلا داخلة اوريفليم ليه؟ لا، انا هنا بتوضح لي ازاي ان انا ادخل العضو من الطريقة اللي تناسبها. يعني انت مثلا محتاجة بيرفون، فبعمل لها عروض للبرفانات، محتاجة ميك اب ما اخش لها بنفس الطريقة، وهكذا. بس باختصار يعني. لو محتاجة بيزنس وتدخلي لها بالفلوس اكيد. بخش لها بقول لها تقدري تعملي 1 2 3، تقدري تدخلي اعضاء تحتك، تقدري تعملي شجرة تحتيكي، تقدري تسوقي المنتجات، تقدري تعملي كل ما هو يخليكي تطلعي ليفلات جديدة.
حضرتك معايا يا مدام فاتن؟ ايوه معاكي، انا بفتح بس. ميرسي جدا لحضرتك. تمام، انا بس بفتح البدايه المثاليه. اوكي، هشير ثانيه واحده. اوكي كده قادرين تشوفوا عندي صح؟ ايوه كده واضح يا استاذ. حلو جدا. انا هنا لو انا عضوه جديده استاذنكم المايكات. لو انا عضوه جديده بمجرد ما هدخل هلاقي قدامي على طول ظاهر البيرفكت ستارت، وبتفضل تظهر لي اول ما بفتح لمده 4 مرات. تمام. لو انا عضوه قديمه بروح على ما الجديد اللي موجوده هنا في الجنب، وببتدي اشوف الحاجات اللي موجوده في الشركه. منها مثلا هدخل هلاقي الفيرجوال بزنس كوتش، وده برضو واحد من احلى البرامج اللي موجوده معانا، ممكن نغطيها في اجتماع بعد كده. منها برنامج الترحيب الرائع اللي من جماله كمان ان هو مش بس للعضو الجديد، هو كمان للعضو القديم. فانا سواء انا جديده سواء انا قديمه هقدر ان انا استفيد بيه. هلاقي برنامج الترحيب بتاع اعضائنا الجدد، هلاقي العروض بتاعتنا بتاعت شهر يونيو بالنسبه للستارز كلاب، هلاقي حاجات كتيره جدا. وكمان هلاقي عن الكتالوج الالكتروني، ولما هنزل تحت شويه هلاقي البدايه المثاليه. الكاميرات يا جماعه لو سمحتوا. مجرد ما هعمل ده هبتدي ان انا ادخل. اتمنى تكونوا مركزين معايا. وبعد كده هنبدا ننزل لغايه تحت خالص، وهدخل على الحصول على البدايه المثاليه. هنا هيبتدي يظهر لي شكل الصفحه دي. ده لو انا عضوه قديمه. لو انا عضوه جديده انا بمجرد ما هدخل هلاقي شكل الصفحه دي. تمام. هدخل هبتدي ان انا هيقول لي احصل على افضل بدايه، همشي معاه بالخطوات. طبعا هو مش هيفتح معايا دلوقتي علشان انا كنت عاملاها قبل كده. فهو هلاقي فيديوهات ترحيبيه، حاجات بتشرح لي سيستم الشركه، همشي معاه خطوه بخطوه بخطوه لغايه ما هيوصلني في الاخر ان انا هدخل والاقي الشهاده بتاعتي. هتجيلي هنا في الاشعارات هنا عند علامه الجرس، هيقول لي اهلا بيكي في اوريفلام، خلصتي ال3 خطوات، تعالي خدي الشهاده. هاخدها بعد كده واسكانها، او ان انا اخد منها سكرين شوت وابتدي ابعتها. وزي ما قلنا ممكن نشيرها عند مستر بدر وعند الاريا سيلز بتاعتنا كمان. اللي حضرتك بتشرحيه ده هو موجود على ابلكيشن اوريفلام ولا فين؟ معلش موجود على الويب سايت. موجود على الويب سايت بتاعنا. اوكي تمام. ممكن ان احنا نشوفه بسهوله جدا، موجود على الويب سايت. كمان في الحته بتاعه الاشعارات دي بقدر فيها ان انا كعضو راعي ان انا اشوف كل حاجه بتجيلي. يعني هنا مثلا بمجرد ما هفتح هيبتدي يظهر لي كل الناس اللي عندي. ده اسم حد دخل جديد، ده حد خلص البدايه المثاليه والى اخره. هنا في الاشعارات هلاقي كل حاجه، وهلاقي كل الانفورميشن اللي ممكن تكون موجوده معايا ومحتاجاها عشان اتعرف اكتر على الاعضاء الجدد بتوعي. تمام. حد عنده اي سؤال؟ ازاي حضرتك اهلا وسهلا. يا استاذه فاتن؟ اهلا وسهلا. كنت عايزه اسال حضرتك، احنا الاسبوع اللي فات جينا من الاقصر وحضرنا اكاديميه الجمال واتبسطنا جدا. تمام. كنت عايزه اسال لو احنا عايزين نعرف الاكاديميات اللي بعد كده او المتاحه او ده بتبقى موجوده على الويب سايت ولا بنعرفها ازاي؟ بصي الحاجات دي بيبقى فيها اعلانات عليها، بتبقى نازله من خلال الشركه. يعني مثلا بالنسبه للاكاديميات كل كتالوج لونش او كل شهر بيكون نازل، وبيكون موجود كمان على الفيسبوك الخاص بالشركه، ممكن تدخلي عليه. وغير كده طبعا من خلال التواصل مع القائد بتاع حضرتك ومع الاريا سيلز. متشكره خالص. العفو. انا بسال على حاجه ليها علاقه بالبيرفكت ستارت، لو حد عايز يسال على البيرفكت ستارت. مساء الخير أستاذة فاتن. مساء الانوار. حضرتك أنا ما عملت البداية المثالية، بس جيت عند خطوة معينة ووقفت معايا، وكل ما أدخل عند اللينك بلاقي نفس الخطوة هي اللي متسجلة. نفس، ما هو طبيعي ان حضرتك هتلاقي نفس الخطوه طب دخلتيه منين؟ ما تخشي من عند مال جديد او كده.
ما انا دخلت من المال جديد وسمعت اول فيديو، وبعد كده الويب سايت وقف معايا، كل ما ادخل بلاقي نفس الفيديو ما بيكملش معايا باقي الخطوات. ممكن طيب يعني ممكن بعد الميتنج نشوف تشيري مع الاريا سيلز او مع القائد بتاعك، واحنا ممكن نشوف القصه عندك فيها ايه، علشان بس مش هعرف احط الصفحه بتاعت حضرتك دلوقتي، بس ممكن نساعد فيها. انا خلاص عايزه مستنية. تمام، انا عايزه اقول لكم الاسئله مش ليا بس، الاسئله كمان لمستر بدر، لو حد عايز يسال مستر بدر على اي حاجه هو موجود معانا. ازيك يا استاذه فاتن، عامله ايه؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك، عامله ايه؟ وحشانه. الحمد لله، وحضرتك كتير. انا عايزه اسلم بس مش عايزه اسال. ميرسي، تمام، حلوه جدا. هو طبعا برنامج البدايه المثاليه فرق معانا كتير، ومع الاعضاء طبعا ان هو اداهم ثقه جامده جدا في الشركه، ان لما ادخل والاقي كيان عظيم مثلا محقق لي ده كله وبيشرح لي كل حاجه بالتفصيل، فانا لو عندي مثلا قلق او عدم مصداقيه او شك، لا، فبالتالي كل ده بينتهي تماما. والعضو الراعي بقى، لما بتدخل وتسجل حلمها او هدفها هي عايزه تحقق ايه، انا بشتغل على الحته دي. اكيد بيفرق بيساعدنا. لا معانا هو حلو كتير. قوي بصراحه، هو جميل جدا بصراحه. ميرسي ومبسوطين براي حضرتك. معاكم فرصه تحفه، مستر بدر موجود معانا لو حد عايز يساله. ها مستر بدر منور الدنيا. ميرسي حضرتك، ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله بخير. أستاذة فاتن، ازاي حضرتك؟ هو أنا جديدة لسه داخلة الشهر ده الصراحة يعني، وأنا داخلة أورفليم مش بس عشان قصة فلوس والكلام ده كله، بس هي الفكرة مش في كده. الفكرة إن مش كل الناس عندها خلفية إن المنتجات سعرها أو الكلام ده إن دي مستوردة، أو إن دي هتدي النتيجة اللي انتوا يا جماعة ممكن ما تبقوش متوقعينها. فحتة إقناع الناس بتبقى صعبة كتير مقارنة مثلا ببرودكتس تانية أو بماركات تانية. طيب بصي، انا مش اكيد مش هدخل في اي ماركات تانية، لا بالايجاب ولا بالسلب، بس خليني اقول لك حاجه. حضرتك استخدمتي المنتجات؟ في بعض حاجات منها انا استخدمتها. تمام، لما استخدمتيها حلوة. تاثيرها ايه على بشرتك؟ حلوة، يعني هي اورفليم اصلا من زمان انا عارفاها. حلوه، يعني اورفليم من زمان انا تمام. لا انا مش بسال عشان كده، بس بقول لك انت لما استخدمتي المنتج. حلو، انت بقى لما استخدمتي المنتج تاثيرها مش بان على بشره حضرتك؟ اكيد. تمام. طب وانت مش شايفه ان ده حاجه قويه جدا واثبات كافي ان المنتج بجد يمكن سعره اقل كتير ما مفروض يكون بالنسبه لجودته وبالنسبه للتاثير بتاعه؟ يمكن انا قلت لكم حاجه في وسط الاجتماع، انه المنتج اوريفليم منتج علاجي، منتج اوريفليم منتج بيحل مشاكل. فاحنا يا جماعه الناس بتروح تدفع الافات علشان تعمل حاجات ليها علاقه بالتجميل، حاجات ليها علاقه بالحقن، حاجات ليها علاقه، استاذنكم بس في الصوت لمده ثانيه، حاجات ليها علاقه بالحقن، حاجات ليها علاقه ببوتوكس وحقن بتدخل في الجسم والى اخره. والحاجات دي اصلا مش بتعالج، انما منتج اوريفليم بيعالج البشره وبيخليها اصغر. اغلى ماركات العالم ما بتعرفش ان هي تقلل التجاعيد، بتوقف تجاعيد. اوريفليم بالنوفيج القديمه اللي كنا شغالين فيها كانت بتوصل ان هي بتقلل التجاعيد 49%. ما فيش شركه في العالم بتقدم ده. فاستخدامكم للمنتج وحكاياتكم عنه هي دي اللي بتقول قد ايه ان منتجات اوريفليم ما تتقارنش اصلا. استاذه فاتن، نور، السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين يا استاذه فاتن. حضراتكم طيبين يا رب. حبيبتي حضرتك طيبه وبخير. بقول لحضرتك، هي البدايه المثاليه، انا بقالي دلوقتي شهرين في الشركه، خدت الترحيب الاول والترحيب الثاني الحمد لله، تمام. طب البدايه المثاليه انا لما دخلت عليها لقيتها ان المفروض ان انا هكتب باسورد، تقريبا الباسورد بتاعي ورقم الكود العضويه بتاعي. كانك داخله بتعملي اوردر عادي جدا، هيطلب منك انك تدخلي على الويب سايت ده. عشان تدخلي تعملي اي حاجه على الويب سايت لازم تعملي كده. فحضرتك هتدخلي على الويب سايت وهتبتدي تعملي البدايه المثاليه وهيظهر لك الشهاده بتاعتك على طول. تمام. دي حاجه امان ليكوا يعني. طيب بالنسبه بقى للاعضاء اللي هي اللي معايا ديت، هتبقى مستمره ان لما يخش الاعضاء هيظهر ان هم هيشتغلوا ايه او طبعا
يعني يعتبر ابلكيشن معايا على الموبايل. بالظبط حاجه فيتشر موجوده معانا على الموبايل. كده كده لحضرتك. العفو، ميرسي. السلام عليكم. مساء النور. على فكره انتوا عندكم فرصه حلوه ان مستر بدر معانا، هو مش موجود معانا في كل ميتنج، هو بيطلع معانا مره في الشهر في الميتنج ده. عاجبني الاسئله ليك يا فاتن، انا بحب اسمع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك يا استاذه فاتن؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك بألف خير وسعاده يا رب، كلكم بألف خير وسعاده. اتفضلي. ربنا يخليكي. انا عضوه جديده والله، وكنت بسأل بس ازاي اوصل للعضوه المثاليه. عشان ابقى في البدايه المثاليه محتاجه ان انا ادخل على موقع الشركه www.oriflame.com.eg. مجرد ما هدخل، بما ان حضرتك عضوه جديده، هتلاقي الصفحه اللي كنا مطلعينها من شويه، وهتبتدي تمشي بالخطوات كلها لغايه ما تخلصي وتاخدي الشهاده. طيب حته بقى اقناع الناس والحاجات ديت، يعني فعلا هي صعبه جدا، لاني انا بقالي 6 سنين من قبل. استاذنكم بس يا جماعه في المايكات لو سمحتوا. انا بستخدم المنتجات بقالي 6 سنين، وفعلا عالجت عندي حاجات كتير جدا. مش مشاكل ولا حاجه. تمام. الو الو. طيب الخط قطع عندها. استاذه فاتن. ايوه استاذه فاتن مع حضرتك. معاكي، اتفضلي. وان شاء الله عايزه اكمل معاكم باذن الله، بس ان شاء الله اقناع الناس ديت اللي فعلا صعبه جدا. ثانيه واحده. بصي حضرتك، خلينا ان شاء الله استاذ بدر يكرمني باذن الله، ده اللي انا بحلم بيه فعلا. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا كده اهو. ده معناه ايه؟ ده معناه انه مش كل الناس هتقولك انا معاكي، ومش كل الناس هتقولك هاخد المنتجات، ومش كل الناس هتقتنع. في ناس هتقتنع، في ناس هتاخد وقت لغايه ما تقتنع، وفي ناس هيقولوا لك هنعمل وهنسوي ومش هيعملوا. المهم ان انا يكون عندي المثابره، المهم ان انا افضل ادور على ناس كتير، المهم اتكلم على المنتج واستخدامي للمنتج. يا جماعه مفيش واحده ست ما بتركزش مع جارتها وصاحبتها ومرات اخوها وسلفتها وجارة صاحبتها وزميلتها في الشغل والسكرتيره بتاعت جوزها وزمايل جوزها اللي في الشغل اللي ممكن يعلقوا منها. كل الناس بتركز في ده. انا بقى العكس، انا بيركز في ده. انت كتكوته وما بتركزيش، تمام، انما هم بيركزوا. فبما انهم بيركزوا ففعلا اي تاثير بجد يا جماعه، انا يعني مش قصدي اهزر، بس هو اي تاثير على بشرتنا الناس بتاخد بالها منه، واكيد اكيد اكيد بيفرق معانا في تسويقنا للمنتج. تمام. احنا في حاجات كتير بتتباع حوالينا، بس مفيش حاجه ممكن تديكوا تاثير منتج اوريفليم، دي حاجه مختلفه تماما. تمام. الكلام حضرتك صح جدا، بس دلوقتي حضرتك انا بتواجهني انا عن نفسي مشكله. يعني انا معارفي كتير باجي اطلب منتج اوردر، ممكن الاوردر كله يتلغي بسبب ان في منتج مش موجود. يعني انا مثلا سيرم الرقبه بتاع التجاعيد ده طلبت اوردر كبير جدا وحلو جدا، وصاحبه الاوردر قالت لي لا للاسف ده انا اهم حاجه عندي في المنتج السيرم ده. واحده تانية رفضت بسبب ما لقيتش ماسك معين. اسالك سؤال صغير، حضرتك عندك عربيه؟ للاسف لا ما عنديش. في حد حواليكي عنده عربيه؟ جوزي عنده عربيه. اسالي جوزك كده عارف يجيب قطع غيار؟ يا جماعه احنا اوريفليم دي انا مش مصدقه، ما شاء الله ما شاء الله، نمسك كل الخشب اللي في الدنيا ان اوريفليم اصلا عارفه تدخل منتجات. يعني وطبيعي احنا شركه مستحضرات تجميل سويديه، حاجات بتيجي من بره، تمام؟ ففكره اصلا ان احنا بندخل منتجات دي حاجه رائعه. لو في منتج مش موجود في بدايل، ولو في منتج مش موجود في حجز، ما ينفعش اوقف نفسي عشان منتج مش موجود. عمرنا ما هنقدر يكون عندنا كل المنتجات. حضراتكم شايفين التحديات شكلها ايه في الاستيراد. احنا يعني مش عايزه ادخل بقى في حاجه كده عشان عايزين نعدي الميتنج على خير. بس يعني لسه من 3 ايام كانوا بيقولوا لكم مفيش اي حاجه هتجيبها من بره يا جماعه، احنا محافظين على العمله ومفيش حاجه جايه من بره. فنحمد ربنا ان اوريفليم اصلا قادره توفر لنا كميه المنتجات دي، والجميل في اوريفليم ان في بدايل لكل حاجه. تمام. استاذه فاتن ازيك؟ الحمد لله. بعد اذنك انا كنت عايزه اسالك عن حاجه. انا جاي لي الاوردر مش كامل، والفاتوره مش جاي فيها ان المنتجات اللي انا كنت طالبه منها 2، او المنتج اللي هو كريم البي بي كان جاي معاه الستيك مجاني،
حضرتك طالبه الاوردر جاي على بيت حضرتك من الشركه نفسها ولا عضو الرعايه طالبهولك؟ لا انا اللي طلبت. حضرتك اللي طالباه بنفسك. طيب هستأذن حضرتك هتتصلي المايكات يا جماعه من فضلكم. هستأذن حضرتك هتتصلي ب 1962 او الارقام اللي نزلت امبارح اللي الشركه بتساعد بيها دلوقتي. حضرتك هتبلغيهم بالموضوع بالظبط وهم هيتاكدوا. في عندنا ميزان حساس جدا موجود في الشركه بيحدد ايه المنتجات اللي خرجت لحضرتك وبميزانها، وكل ما تلاقيش لو في اي حاجه هم اكيد هيظبطوها على طول وهيراجعوا معاكي الفاتوره كمان. 1962. استاذه فاتن بنم مع حضرتك النوفيتش الرجالي مش نازله الشهر دوت. انا مش سامعه، انا اسفه عشان الصوت. استاذ محمد ممكن تقفل المايكات؟ ممكن مستر محمد بس خليك معانا بس في المايك لو سمحت. هو العصر اذن؟ اوكي. ومعلش سوري يا استاذه فاتن، ممكن بس حد من الفريق ما بعت في الشات يكتب عشان 1962 مش شغال دلوقتي عشان بننقل مكان الكول سنتر، فممكن بس حد من في الشات يحط الارقام الجديده لو سمحتوا. حد من الفريق ما بعت. اوكي بدر تمام هحطهم دلوقتي. مستر بدر ازي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله بخير. منور. بنور حضرتك، ربنا يخليك. حضرتك منوره. دايما منور كده ان شاء الله. ربنا يخليكي. بسأل على منتجات ان شاء الله التغذية وتخسيس. عايزه اعرف تفاصيل اكتر عنها. قد ما تقدر تكشف يعني براحتك. خد راحتك خالص. احنا ان شاء الله ده لسه ان شاء الله يدعوا لنا كده. ابتدينا في التسجيل المنتجات. اوريفليم زي ما انتم ممكن تكونوا عارفين في جزء مش موجود في مصر حاليا اللي هو الويلنس او هيكون اسمه فيلوسوفي. هو الارقام كمان جت هنا بتاعت الكول سنتر المؤقتا. فده ان شاء الله حضرتك ادعي لنا كده. نتمنى اللي هو ينزل في خلال ايه كمان سنه كده تقريبا ان شاء الله، عشان الحاجات دي بتاخد شويه وقت مع تسجيل الارقام واللي احنا بنستورد وكده. فان شاء الله ده يكون موجود عندنا كمان سنه ان شاء الله، نتمنى كده. بيكون في زي فيتامينات حلوه جدا انا جربتها على المستوى الشخصي. بيكون في حاجات تخسيس اللي انا بدل الاكل اخد زي شيك كده اشربه، بس هو بدل الاكل مش مع الاكل عشان بس الناس ايه ما تفهمش الموضوع غلط. فلما نقرب ان شاء الله حضرتك هنتكلم عليه اكتر واكتر، هندربكم عليه اكتر واكتر. هيكون عندنا حد متخصص معانا في التيم عن الموضوع ده يساعدكم اكتر، وده هيفتح ان شاء الله مجال زياده لينا بغير مستحضرات تجميل. برضه هيكون عندنا حاجات الويلنس او الفيلوسفي ان شاء الله. هيكون ان شاء الله نجاح كبير لينا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ان شاء الله النوفيج بلس بدل يعني الشهر ده اخر شهر النوفيج. يس يعني هيكون في يعني احنا على النوفيج في حاجات بتخلص دلوقتي زي ما انتوا اكيد واخدين بالكم عشان في شويه عروض، فهو اخر شهر هيكون موجود في الكاتالوج. يس وان شاء الله نوفيج بلس اللي هو فعلا هندربكم عليه. هنتكلم عليه اكتر مقرب ان شاء الله في شهر 10 هيبتدي. انا عايزكم تنسوا اسم نوفيج، ده منتج جديد خالص. نتيجته وفي ناس بيجربوه اكشلي في مصر وفي ناس جربوه قبل كده، النتيجه بتبان في خلال اسبوعين. لو تفتكروا نوفيج كنا بنقول في خلال 3 شهور. فمنتج واو واو واو. انا متاكد هيعمل فرق جامد جدا، عشان زي فاتن قالت احنا كلنا بنركز مع بعض وكلنا عايزين يكون شكلنا حلو ان شاء الله. فده فعلا هيكون حاجه طفره ومنتج توب 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 هيكون موجود عندنا كمان ان شاء الله قريب ان شاء الله على شهر 10 كده ان شاء الله. يعني من دلوقتي لشهر 10 باذن الله مش هيكون في نوفيج اللي هي يعني في حاجات هتكون موجوده، في حاجات هتكون موجوده وفي حاجات لا هتعرفوا تفاصيل اكتر قريب كمان ان شاء الله. بس في حاجات لسه موجوده. في كذا ست مكمل معانا. كان نوفيج مان مثلا لسه مكمل معانا. في نوفيج تاني لو انا فاكر صح التايم لسه مكمل معانا. فتعرفوا كل التفاصيل اكتر بعدين. بس فعلا نوفيج بلس لما يجي هتعمل فرق كبير ان شاء الله. شكرا يا مستر بدر. شكرا حضرتك. شكرا حضرتك. طب بعد اذنك يا مستر بدر، بعد النوفيج البيضاء مش متوفره والمفروض ان ده اخر شهر ليها، يعني المفروض تكون متوفره ان احنا نطلب منها صح؟ تتوفر ولا مش تتوفر؟ ادعي لنا كده ان شاء الله. يعني زي استاذه فاتن ما قالت من شويه الاستيراد حاليا مش اسهل حاجه. احنا شغالين ليل ونهار على الموضوع ده. عندنا امل ان شاء الله ان احنا نعرف ندخل كمان شهر الشهر ده. ادعوا لنا. هيجي بدعوتكم ان شاء الله. ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي.
عشان لو سمحت يا الموضوع مستر مش بدر، دايما واضح. حضرتك ادعي لو لنا سمحت وان شاء الله نشوف الشهر ده كمان. بالنسبة لأسعار المجموعات الجديدة اللي هي بديلة النوفاج هتبقى نفس الرينج برضو ولا يعني هيبقى هتكون أوفر؟ اغلى سنه، هي احلى سنه فتكون اغلى سنه. شكرا لحضرتك. شكرا حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. مستر بدر، عليكم السلام. ازي حضرتك مستر بدر؟ معلش انا بس مش سامع مين اللي بيتكلم عشان في كذا ازي حد حضرتك بيتكلم. مستر بدر؟ ازي حضرتك؟ مع حضرتك عبير. عبير، ازيك يا عبير، عامله ايه؟ سلام حضرتك، كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك طيب، ربنا يخليك. الأول بنسلم على حضرتك، وبعدين مجموعة النوفاج الرجال الشهر دوت مش نازلة، يس. والشهر الجاي نازلة سعرها عالي قوي. يا ريت يعني تتوفر الشهر دوت. والله لو في انا حاسس بحضرتك عشان الرجال اللي عندي قربت تخلص، وانا ابتديت اتنشن مع حضرتك، فادعي لنا ان شاء الله اللي هي تتوفر. يعني عندنا امل ان شاء الله في ربنا اللي هي تتوفر. ادعي لنا بس عشان مش اسهل حاجه، والجهات الحكوميه مش دايما اسرع حاجه، والعيد قرب، فاحنا محتاجين دعوتكم قبل العيد ان شاء الله والنبي. ان شاء الله ان بس شاء عندنا الله. امل ان شاء الله اللي هو يعني في كام حاجه موجوده في مصر ده يطمنا. امتى وازاي وكده لسه مش متاكدين، بس حاجه دعينا ان شاء الله. انا حاسس بحضرتك بالذات في النوفيج الرجالي، عشان زي ما بقول حضرتك بتاعتي يا رب تخلص، مش عارف اعمل ايه. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. ازيك يا كل مستر سنة بدر؟ وحضرتك طيب. برحب بحضرتك واشكرك طبعا على وجودك معانا. ازيك يا رشا، عامله ايه؟ الحمد لله والله بخير، نحمد ربنا. مستر بدر، في اول الميتنج حضرتك كنت بتقول اوريفلام بتدي فلوس كويسه. الحمد لله طبعا، انا شفت خير كتير من اوريفلام وفلوس كتير، بس هو الموضوع والله مش فلوس خالص. اوريفلام بتدي حب، بتدي عيله، وبتدي ونس، وبتدي احساس بالحياه. اوريفلام حياه، هي مش فلوس. فشكرا ان انا موجوده فيها. شكرا لحضرتك ان انت طبعا الاب الروحي ليا، احنا قد بعض تقريبا، بس حضرتك من اول الناس اللي عطتني ضحكه اوريفلام، وازاي اكون بحب الناس اللي حواليا وهم يحبوني. بجد عطتني عيله وحب انا مش هلاقيهم تاني في حياتي. شكرا بجد، شكرا. ميرسي ليكي وعلى الكلام الحلو ده، عشان انا مع حضرتك. اساليني قوي ونمت ممكن بس المايكات لو سمحتوا. كويسه. انا مع حضرتك يا رشا 100%، عشان انا الفلوس مهمه في حياتنا، وانا فاهم ده كويس. في ناس محتاجينها وفلوس اكتر، ما حدش يقول لا عشان بس في الاخر اللي بيفضل معانا حبنا لبعض، اللي بيفضل معانا احساسي بنفسي، اللي بيفضل معايا المجتمع اللي انا موجود فيه. وانا عارف انت والتيم بتاعك كلكم بتحبوا بعض ولزاز مع بعض، ده اللي بيفضل معانا. وعشان كده اوريفليم فعلا محتاجين نوصل هي بتقدم ايه فعلا. فميرسي على كلامك الحلو، عشان انت جربتيه وعشتيه وعارفاه كمان، فميرسي لحضرتك. بس برضه عايزين شويه فلوس كمان برضه. لما بتحب يعني اللي بيحبها بجد هي بتحبه وبتديله، اللي بيشتغل فيه عشان هي شغل كل حاجه على فكره، فدي حقيقه. انا مستر بدر بعد اذنك، بالنسبه لموضوع السبيكه، هو احنا هناخد سبيكه ذهب فعلا ولا هناخد فلوس بقيمه السبيكه؟ هتاخدوا سبيكه ذهب بقيمه 50,000 جنيه. يعني مش سبيكه هناخد تكون في ايديكم. انا هشتري سبيكه ب 50,000 جنيه واديها لكم. انا عايزه اشوفك في ميتنج بتاع طنطا، هنيجي انا وفريقي، وانا عايزه اشوفك المره الجايه. ان شاء الله. انا كنت في طنطا الشهر اللي فات، وان شاء الله اظبط مع مستر عمرو، هو مسؤول عن دلتا، انا اجي قريب تاني ان شاء الله حضرتك. مستر بدر، لو سمعت سؤال بخصوص ادخال الاعضاء، هل في ميتنج بتعملوها لادخال الاعضاء والطريقه المثلى عشان نفتح برضو دماغنا ونعرف ازاي نتكلم، نعرف ازاي نقول ايه احنا؟ يعني انا عن نفسي انا كنت محتاجه ميتنج لحاجه زي كده. انا مجربه منتجات اوريفلام، وهي بصراحه يعني ما هياش ممتازه، هي يعني فوق الممتازه، بس برضو يعني بجانب ان انا بستعملها، انا كنت حابه ازاي طريقه حلوه 1 2 3 ان انا اقدر ادخل اعضاء. اكيد حضرتك هتقول لي اعملي اعلانات واعلانات مموله، انا عملت اعلانات، بس في نقطه برضو يعني انا مفتقداها، فانا كنت حابه ان انا اعرف هو انا مفتقده ايه وامشي ازاي عشان اقدر ان انا ادخل اعضاء. بس حضرتك عايزه الميتنج، احنا بنعمل ده فعلا. حضرتك عايزه الميتنج الجاي امتى؟ على حسب جدولك انت تحدد. لا، على جدولي تحت امرك. حضرتك عايزه الميتنج جاي امتى؟ خلاص، لو على السبت الجاي يلا بينا. يعني السبت التيم اجازه، بس ممكن نظبط يا فاتن امتى؟ هقول عليك استاذه مروه، هنرمي كوره في ملعب استاذه فاتن هي وفريق ما بعد. وممكن الميتنج جاي امتى؟ نتكلم على ازاي ندخل اعضاء من البدايه. ممكن حضرتك منطقه ايه؟ منطقه الجيزه. اوكي، ممكن نظبط مع مستر باسم، ولو مع مستر محمد ممكن نعمل حاجه لحد. الحد الجيزه هيكون طبعا احنا في دريم بول.
يوم الخميس ايه رايكم؟ خلاص ماشي اوكي. يوم الخميس زوم ميتنج لكل الناس، عايز 300 واحد يحضروا، وحضرتك استاذ المره اللي حضرتك تعمليه اللي حضرتك ايه تعزمي ناس كتيره يوم الخميس ان شاء الله. ممكن نفس الميعاد؟ اني بحاول اقنع اللي حواليا بس اكيد في، انا بقول لك في نساعد حضرتك ما تلاقيش. يوم الخميس ان شاء الله فريق المبيعات جهزوا ميتنج حلو. تمام يا فاتن؟ تمام. فيري جود. ايه رايك يا استاذه مروه في السرعه؟ يوم الخميس ان شاء الله الساعه 4. خلاص حلو قوي. اوكي يا فاتن الساعه 4 تمام اوكي. فيري جود. ايه رايك في الديمقراطيه يا استاذه مروه؟ بستاذن فاتن لو اوكي. لا خالص لا. هم هيقوموا يلا نعمل ميتنج ده نجهزه مع الفريق المبيعات يوم الخميس الساعه 4 ان شاء الله، عشان نقطه مهمه جدا استاذ مروه. احنا فعلا بنعمل الميتنجز دي والتدريبات دي، وعندنا فريق مبيعات قوي جدا جدا جدا. بس تعالى نعمل واحد كبير كده على الزوم، عشان زي دلوقتي احنا حوالي 300 واحد، لو نعرف نتواصل